خريطه العالم في الحيط. ايوا حيد عليا الطابلو من هنا واجي نوريك كيفاش درت من هذه النتيجه لهذه النتيجه الرائعه اللي كتشوف قدام. المهم اللي ماشي ابوني مرحبا بي عند خو بن بوزي، بارطاجي باش تفيد وتستفيد، وواحد اللايك راه فضلا ليس امرا. يلا على بركه الله. هذه الخريطه اللي كتلصق في الحيط واللي فيها العديد ديال المقاسات والعديد ديال الالوان، وفي نفس الوقت ما نساوش انها راها بي في سي ريجيد ايفي ميغوار، يعني راه ماشي ستيكرز ورقي، راه بلاستيك اللي كيفوت 1 مليمتر بهذاك النانو تيب ديالو، اللي غادي نوريكم كيفاش كيلصق في الحيط، واللي منين فتحت الكرتونه لقيت فيها هاد لي غاباري واللي غادي يساعدونا باش غادي نحطوا هاد الخريطه بواحد الطريقه صحيحه. اول حاجه لاحظتو هو انني خديت المقاسات باش نجيبها سيميتري وتجي بالضبط في البلاصه اللي بغيتها انا، يعني ما غاديش نحطوها بطريقه عشوائيه. وثاني حاجه هاد لي غاباري راه مكتوب عليهم ارقام، واللي شفت غير انا واحد كيمشي في انا بلاصه. وفي نفس الكرتونه كنلقاو واحد التيب، يعني واحد السكوتش اللي كيلصق مزيان وكيتحيد دغيا. المهم بالنسبه لهاد ثلاثه القطع ديال الغاباري راه عندهم علامات اللي كيدلوك على المكان المعين اللي خاصها تلاقي فيه هذيك الزديه، يعني غير كتحط ورقه على ورقه راه كتبان لك البلاصه اللي كيتشارك فيها الورقه الاولى مع الورقه الثانيه ومع الورقه الثالثه، وراه كتكون على علامات زائد. ملي كيتفيكسا في الحيط راه كنبقاو نزيدوا ليه هاد الطريفات ديال السكوت باش يبقى لاصق مزيان في الوقت اللي حنا غادي نبداو نحيدوا فيه هذوك لي شوت اللي ما غاديش نحتاجوهم في الغاباري. يعني الغاباري راه مرسومه فيه الخريطه ديال العالم ومقطعه باللازير، والغاباري راه ديال الكاغط، يعني ما علينا غير نحيدوا الكاغط باش نحطوه في بلاصتو الخريطه ديال البلاستيك. والمهم راه غادي نشوفوا هاد العمليه كامله مع بعضياتنا. والمهم نصيحه لخوتي وخواتاتي، بارطاجيو هاد لاكتيفيتي مع وليداتكم، راه هاد لاتولي غادي يشغلكم مزيان وبطريقه زوينه، وفي نفس الوقت وليداتكم راه كيعجبهم الحال ملي كتبارطاجيو معاهم وقيت بحال هذا. وفي نفس الوقت هاد لاتولي هذا راه ما فيه لا تعب لا والو، راه ما عليك غير تحط الغاباري كيف قلت لك، ومن بعد تبدا تحيد في هذوك لي شوت، يعني ديجا مقطوعين بالليزر، ما عليك انت غير تحيدهم وتعوضهم بلي ستيكرز الاخرين اللي مكتوب عليهم الارقام، يعني راه ما يمكنش لك تغلط، راه كل قطعه مكتوب عليها الرقم فين خاصها تكون. وفي نفس الوقت كل قطعه راه كتبان لك كيفاش كتشرك مع اخت. في نفس الوقت الارقام اللي كيانديكيو البلاصه راهم كيكونوا مكتوبين في الغاباري الفوقاني، يعني ماشي من هذاك اللي كنحيدوه وكنلوحو. وهذا البي في سي، هذا الستيكر ديال البي في سي راه دايرين ليه لاصق من التحت اللي كنحيدوا ليه غير العازل ديالو، وعاد باش دايرين ليه واحد الحمايه، يعني هذاك البروتيكسيون اللي حتى غادي نكملوا ان شاء الله الحطان، يعني لابوز عاد باش غادي نحيدوه مع بعضياتنا ونشوفوا الشكل النهائي اللي هي خارطه العالم على شكل مرآة سوداء. المهم وبالنسبه حتى للقطع الصغيره اللي كيف كتشوفوا الجزر وهذوك القطع الصغيره حتى هما عندهم الدليل ديالهم، يعني بخلاصه كيف قلت لك في الاول راه ما يمكنش لك تغلط. والمهم راه شحال ما كتزيد تلصق كتزيد تسهل العمليه بحال لا لوجيك ديال البوزل. والمهم بالنسبه لهاد الخريطه منين شريتها وبشحال شريتها راني سبقت ليا وبارطاجيت معاك المحتوى اللي دوزت فيه هاد لا كوموند، خلصتها ب 23 اورو باش صيفطوا لي حتى للدار ليفريزون انكلوز، وهذه بالضبط راه الاكس ال يعني 2 متر و30. ومع العلم كيف سبقت لي وقلت لكم ان كاينين العديد ديال المقاس اللي ابتداء من قل من مترو حتى الاكبر وحده اللي هي ديال 2 متر و80 اللي هي لا اكس اكس ال. وبالنسبه للالوان راه فيها 6 ديال الالوان. والمهم انا غادي نبارطاجي معاك المتجر منين شريتها، وبالنسبه للناس المهتمين راني غادي نخلي لكم الرابط كالعاده في الصفحه ديال الووردبريس ديال خوك بن بوزيد اللي غادي تلقاها غير في لابيو غير تحت من تصويره البروفيل، كتورك عليها كتديك ديريكتومون لاباج اللي غادي تلقى فيها كاع لي زوبجي اللي تيستاهم خوك بن بوزيد. وفي نفس الوقت الناس اللي ما بغاتش دوز من الرابط راه ما عليها غير تكتب في علي اكسبريس خريطه العالم باللغه العربيه ولا كارت دو موند باللغه الفرنسيه، ولا تكتب ماب اوف ذا وورلد وباي لغه كتبتيها في لابار ديال علي اكسبريس راه غتخرج لك جميع الاقتراحات ديال المتاجر. المهم اجي نهضروا دابا في الوقت اللي غادي تاخذ لك هذه العمليه هذه، يعني شحال غتاخذ لك الوقت باش تانستالي الكاباري في بلاصتو وباش تحيد اصلا لي شوت ديال الكارت بحال هذا اللي ما كنستعملوش باش غادي نعوضوه في المكان بهذا الستيكرز هذا، واللي حتى هو غادي نحيدوا ليه هذاك العازل اللي كيف كنشوفوه قهوي من الفوق. والمهم هذه العمليه كامله كما غادي تاخذ واحد 90 دقيقه بالنسبه للانسان واحد، يعني انت الا تخدم فيها غير بوحدك عول على واحد 90 دقيقه، والا كانوا غيديروها جوج الناس راه يطيح عليهم بوقت اخر. صراحه راه كدوز بها وقيت زوين وفي نفس الوقت ماشي ممل لحقاش راك كتكون اوكي، يعني كتكون مشغول، وهذا الشيء اللي كيساعد الانسان على انه يخوي دماغه. وفي نفس الوقت راك ملي كتبراكتيكي ولا كدير شي حاجه اللي كتكون كتعطيك واحد النتيجه في الاخير راك كتبقى دير فيها بشغف وانت كتسنى غير داك الريزولتا فينال، يعني غير ديك النتيجه النهائيه اللي في الاخير الا زوينه كيعجبك الحال وكتكون راضي على راسك وكتاخذ واحد الثقه كبيره في النفس، وراه كتسمى حتى بلغه اخرى ارضاء النفس، يعني لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل. وهذا الشيء اللي غادي يشجعك انك كل مره كتبقى تزيد اون اكتيفيتي وتدخل كل مره في ان نوفو تشالنج اللي غادي يوصلك ديما تتعلم حاجات جديده. المهم اجي نرجعوا دابا لهاد لي شينياج اللي جالسين كنديروه حتى هو. راكم لاحظتوا في الاول انني بديت بالقارات، يعني بديت بهذوك المرسوات الكبار وخليت الحروف والجزر الصغار حتى الاخير، يعني هذوك كيتسموا لي بوتي ديتاي. وانا شخصيا راه كنحيدو فيغ ميزور الحاجه اللي غادي نعاود نلصقها في بلاصتها، وغير كنكمل حاجه كندوز لحاجه اخرى. المهم وبالنسبه لابوز راك غير كتزيد في الخفه، كتبقى غير كتزيد في الخفه من بعد، غير خدم بجوج يدين وخدم بالديليكاتيس وخلي السرعه راه كتجي ديما بوحدها مع البراكتيك. المهم ملاحظه اخرى غير كنكمل التلصيق هذا لشي بلاصه كنحاول من بعد
نبعد شويه هذاك الورق اللي كيكون داير بالستيكرز باش ما نعطيهش فرصه انه يلصق هو في النانو تيب. والمهم ديما ايتيري البابي، ديما كتايتيري وكتشدو من واحد الجهه عاده باش كتلصق الحرف، باش كتجيب الحروف كلها اليني مع بعضياتها، يعني غادي تجي في نفس السطر. وبالنسبه للسكوتش ما تحيدو حتى تكون المكان خاوي، يعني ما تحيدش السكوتش وانت مازال ما حيدتيش هذيك لاشوت، باش ما تعطيش فرصه لهذا النانو تيب انه يفقد الفعاليه ديالو. وراه الهدف ديالنا انه يبقى لاصق لاطول مده. والمهم خوك بن بوزيد راه كالعاده فيما كدوز على شي حاجه شي شهور راه كنعاود نرجع نعطيك واحد لا كونكلوزيون عليه، ولكن نقدر نقول لك من دابا الا تقلعات شي بلاصه راه غادي نعاود نرجع ليها غير نانو تيب ونعاود نلصقها في بلاصتها. ليسونسيال هو ان هذاك البي في سي باش مخدومه هاد خريطه العالم فيه اكثر من ملي، يعني بخلاصه واخا يتحيد مع الوقت راه نعاود نرجع ليه غير نانو تيب ونعاود نرجعو للبلاصه اللي طاح منها. وعيد راك كتلاحظ انني ملي كنلصق كنعاود نقعد هذاك البابي كيف قلت لك باش ما يلصقش على الستيك. وبحال هاد التفاصيل اللي كنقول لك راه الا ما ربحوكش الوقت راه ما يضيعوش لك الوقت. المهم اجي نلصقوا ماما افريكا ديالنا دابا ونوصلوا السلام لخوتنا فين ما كانوا فيه، ونقول لهم اننا راه حنا كنفتخروا براسنا كمغاربه من افريقيا الكبرى. المهم كيف كتلاحظوا خوتي اننا وصلنا للمرحله ديال لي ديتاي الصغار، يعني هذوك التفاصيل اللي كيكونوا من الجزر الصغيره حتى لدوك الجزر الكبيره. وبقى لنا لي زالفابي اللي كيجيو الفوق ديال خريطه العالم. في هذه المرحله كنحيد كاع لي شوت كاملين، كنحيد كاع هذوك اللي كيبانوا ليا بالعين المجرد باش كنعاود نعوضهم بهذوك لي ستيكر الصغار اللي كيجيو في المكان المعين حتى هو. وراه اصغر ديتاي فيهم بالنسبه لهذه الخريطه ديال 2 متر و30 غادي يقارب الحجم ديالو واحد 3 ولا 4 ديال المليم. اكبر قطعه اللي هي من القارات غادي تكون فيها شي 20 حتى 22 سنتيمتر. المهم غير كنكملوا نلصقوا كلشي في بلاصتو، ما كيبقى لينا غير نحيدوا الكاباري بهذا الشكل. وراه كيف قلت لكم في الاول لصقناه بهذاك السكوتش ديال الكاغط واللي كيجي معاه في الكرتونه، يعني كيجي في نفس الكرتونه هذا السكوتش باش كتلصقوا، وكيجي معاه مانيوال دانستركسيون باللغه الانجليزيه اللي غادي يوريك كيفاش تانستالي هذه الخريطه. ولكن كيبان لي ان ما بقى عندك ما دير به مادام خوك بن بوزيد دارها لك على شكل محتوى باش كيخرج لك الحاجه من الكلام ومن الخيال يرجعها لك واقع كيتشاف باذن الله. المهم هذا لاتولي راه فيه شويه ديال لي ديشي، يعني راه فيه الازبال ولكن راه كتبقى ازبال غوسيكلابل، واللي مازال غنزيدوا عليهم الازبال ديال هذه المرحله النهائيه واللي كيتعتبروا كغشاء واقي لهذاك المرآة الاسود. المهم بالنسبه لهذه العمليه خذ شي تيت دي شينياج ولا غير شي راس ديال شي فنيت باش تقعد به هذاك الواقي بسهوله، وكيبقى لك غير تحيدو باش كيعطيك هذه النتيجه هذه اللي راه غادي نتسنى الراي ديالك في الكومونتير غير بلا ما تبخل علينا، حيت كيهمني الراي ديالكم وبزاف اخوتي وخواتاتي. وفي نفس الوقت راه هذا الشيء اللي كيشجعني كل مره على انني نبارطاجي معكم لو سافوار فير ديالي. المهم كاينين شي بلايص ما غاديش بغيت تقعد لك بسرعه، خذ غير واحد النتاف، يعني داك النتاف ديال العيالات، ومنين تقعد غير بالراس ديال البرا تقعد داك الكاغط ما كيبقى لك غير تجرب هذاك النتاف بلا ما تبقى تدابز معاه بالضفار ديالك. وفي نفس الوقت طاحت عليا واحد الفكره اللي ما درتهاش انا، واللي هي بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا شويه ديال الخدمه في هذا لاتولي هذا، ما عليهم غير يخليو هذا الورق الواقي ويديروها اكتيفيتي ديال الكولورياج مع الوليدات، يعني تلون كل قاره بلون وتقدر تقسم حتى الدول في القارات وتكتب عليهم السميات. المهم راه كتبقى لك ليماجيناسيون وواسع النظر، وديك الساعه منين يطلعوا لك دوك الالوان في راسك عاده باش تحيد هذا الغشاء الواقي وتشوفوا من بعد كخريطه عالميه ولكن على شكل مرآة اسود. بغيف خوك بن بوزيد كيحاول يعطيك جميع لي بوسيبيليتي اللي تقدر دير بهم شي حاجه. وفي نفس الوقت واحد العمليه اللي ما تصوراتش ليا بالكاميرا اللي هي غير لصقت هاد لي ستيكرز قبل ما نحيد لهم الغشاء الواقي، راه دوزت عليهم واحد الرول باش ضغطتهم ولصقهم مزيان. المهم تقدر ديرها بشيفون رطب، تقدر ديرها باي حاجه. المهم كنحاول نعطيكم الماكسيموم ديال لي ديتاي بالنسبه لهاد العمليه. كيف كنشوفوا لي في ميغوار راه كاين هنايا، وما غادي يبقى لي دابا غير المرحله النهائيه واللي هي نحيد بها هذاك الورق الواقي اللي بقى غير على الحروف. المهم اخوتي والسبب علاش خدمت بالمترو يعني خدمت بالعبار راه غير باش نجيب كتابه في نفس النيفو، يعني بالتوازي مع الحيط الفوقاني، واللي هي اللي غادي تخلي الخريطه تكون محطوطه في المكان المناسب، يعني انك ما تجيبهاش مايله ولا عوجه. والمهم كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا لو بوتيت اتولي ينام عليكم بشويه ديال الفائده وحيد عليكم القنط. وكيف كيقول لكم خوكم بوزيد كالعاده فين ما كنتو ما كاين غير سير، والله يجيب لكم كاملين تيسير.